مباراة كانت بتدل على خلاص ما عادش او ما عادتش او لن تصبح مباريات الاهلي والزمالك مباراة بلا توقع، عشان حضراتكم تبقوا عارفين وتاخدوا مين. انا قلت الكلام ده يجي من 10 سنين. هجيب لكم فيديوهات قديمة اما كنا في قناة مودرن، او كنا في التلفزيون المصري حاجة كده من 10 يمكن 15 سنة، وانا بقول مباريات الاهلي والزمالك ما اصبحتش مباريات ما تقدرش تتوقعها، لا تستطيع ان تتوقعها. اداء الفرقتين وحالة الفرقتين ووضع الفرقتين وقوة الفرقتين قبل المباراة ومدرب الفرقتين قبل المباراة يديك ايحاء بمين هيكسب. احنا طبعا كان عندي كابتن تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك صديقي العزيز اللي انا يعني بحبه جدا وبشرف بوجوده معايا دايما في اي وقت بنطلبه بنلاقيه وبيلبي ندائنا. في الحقيقه كابتن تامر وكان لاعب يعني خلوق ولاعب محترم وحصل مع نادي الزمالك على بطولات. احنا اتكلمنا لو تفتكروا حضراتكم لما قلنا انا قلت له الزمالك توقعي ان هياخد كتير، يعني الزمالك هيخسر كتير في هذه المباراة، وبالفعل هو طبعا وضع طبيعي انه كان يرد كزملكاوي يقول لا وبتاع وايه اللي انت بتقوله والماتش ده ملوش مقياس والقصة والحكاية والرواية. طيب نشوف قال ايه تامر ونشوف انا قلت له ايه ونرجع لحضراتكم تاني. مين يتفوق في ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ده؟ طب ده كلام برضه، ده سؤال برضه ايه يعني ده احنا الاثنين لعيب الكوره يعني. ايوه لا ماشي انا عارف، انا بتكلم على اللي احنا شايفينه. ولا ليه مقياس الزمالك فايق في الطالع، الاهلي واخد البطوله يعني معنويا معنوياته عاليه. بس انا بقول الاهلي هيكسب. ايه انا بقول الاهلي هيكسب. قول اللي تقول. تحدي بيني وبين الكابتن تامر، الاهلي هيكسب. الزمالك يكسب ان شاء الله ان شاء الله. ايوه طب انت معطياتك ايه؟ انت معطياتك ما احنا قلنا في الفرقه ماشيه كويس، في الطالع راجل فرقه واقفين على رجلهم بشكل كويس. ايوه بس بيشوفوا الفانيله الحمراء. معلش انت لعبت. كنت بشوفها وبكسبها رايح جاي. إيه؟ لا مش على طول. لا على طول وعلى العرض. بقول لك ايه، ده كنا على طول. انا كنا على طول بقول لك كنا على طول وعلى العرض وبالورب 91 92 انا كسبانك رايح جاي. طب النتيجه كام؟ ايه النتيجه؟ ده كلام برضه يعني تقريبا 2-1 الزمالك ان شاء الله. 2-1 الزمالك ان شاء الله باذن الله. انا بقول لك الماتش ده اكتر من 3 اجوال الاهلي ممكن يجيب، وهفكرك هو الماتش يوم ايه؟ هنتقابل يوم الخميس الجاي. وعندك حلقه امتى؟ عندي السبت. هتيجي تجيلي السبت؟ لو ما جيتلكش السبت يبقى مداخله. اكتر من 3 اجوان والموضوع بسيط والتوقع هو ما احنا هنجيبه على التليفون، لان هو كان واثق قوي وعمال بيتكلم بثقه. ده كلام وده مش عارف ايه، وعمال يتنطط عليا وانا مش عارف ضيفي وحبيبي وانا مش عارف اقول له ايه. انما في النهايه اديتها له. هي كده يعني، هي كده. اللي انا عايز اقوله تاني، طبعا مبروك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي في الحقيقه الموسم دوت عامل موسم اكثر من رائع في كل البطولات اللي اشترك فيها. لم يخذل النادي الاهلي جماهيره، وكل المباريات اللي اداها النادي الاهلي لم يخذل جماهيره، ولم يكن على المستوى اللي مش المطلوب انه يكون عليه. لا، كان دائما وابدا عند الوعد بانه يبقى افضل، دايما افضل. وجود كولر 100% حسن من اداء النادي الاهلي. كولر بيعرف يلاعب اللعيبه ويعرف يحط اللعيبه. يعني طبعا النادي الاهلي افتقد مروان عطيه في هذا اللقاء، وبنقول مروان عطيه البقاء لله، وربنا يا رب يرحم والدك ويدخله جناته ويلهمكم الصبر والسلوان ان شاء الله باذن الله. طبعا
عدم وجود مروان عطية ده يعني مروان عطية من افضل لاعبي الدوري هذا الموسم. يعني لو في 11 طبعا ان شاء الله باذن الله هنعمل حفل الافضل 11 لاعب وافضل لاعب في مصر. مروان عطية مليون المية من افضل 11 لاعب، وممكن يكون من افضل لاعبي مصر. عندنا ناس كتير تألقت في الحقيقة، سواء مروان عطية تألق، سواء حسين الشحات تألق هذا الموسم، سواء زيزو في نادي الزمالك تألق هذا الموسم، الشناوي في النادي الاهلي تألق هذا. لعيبه كتير تألقت في الحقيقه وقدرت انها تحافظ على مستواها لحد الرمق الاخير من البطوله، ولحد ما طبعا حضراتكم عارفين بالمباراه القادمه للنادي الاهلي مع حرس الحدود هو اللي هيتسلم فيها درع الدوري، وهو اللي النادي الاهلي هيحتفل بحصوله على بطوله الدوري العام المصري لكره القدم. لكن انا عايز اهمس في اذن المسؤولين في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك برجاء لا تقللوا من فوز النادي الاهلي، لا تقللوا من استقرار النادي الاهلي، لا تقللوا من كوتش النادي الاهلي اللي عرف يحط خطة يكسب بيها 4، وكان ممكن النتيجة تبقى اكتر من كده بكتير لو لعيبة النادي الاهلي يعني صدقوا نفسهم في الشوط الاول وكملوا. يعني اول دقيقتين او اول 3 دقايق الجون الاولاني، وبعده على طول الجون الثاني، وبعد كده الجون الثالث. في ربع ساعة كانت النتيجة 3، لسه كان في نص ساعة باقية. فلو لعيبة النادي الاهلي كانت قرصت كان ممكن النتيجة تبقى اكتر من كده بكتير. طيب ده حاجة سلبية على لعيبة النادي الاهلي، لكن في المجمل ما تقدرش تتكلم عليها كسلبية خطيرة. لا، هو في بعض الاحيان بيبقى اللعيبة بتريح، خلاص هم حسوا ان المباراة امتلكوها وانتهت القصة، ولذلك سابوا الشوط الثاني نادي الزمالك انه يلعب، ونادي الزمالك يا دوب جاب ضربة جزاء وكانت مش واضحة ورجعوا للفار. المهم في النهاية هي ضربة جزاء صحيحة، جاب منها الهدف واحرز النادي الاهلي هدف ثاني، فاصبحت النتيجة 4-1. الشوط الثاني النادي الاهلي ما يقدرش يجيب اكتر من هدف، الشوط الاولاني النادي الاهلي يجيب اكتر من 5-6 اهداف، لان الفرص عنده كانت وخاصة كهربا اللي ضيع اهداف في منتهى السهولة، في منتهى السهولة.